كل ما أقول كلمة يرد ب10، وأنا مش عارفة دي جرأة ولا قلة أدب ولا أنا اللي غلطانة. بقيت حاسة إني لما أتكلم مع ابني أو بنتي لازم أستعد المعركة. كل ما أقول كلمة يرد بعكسها. أقول قوم يلا يقول مش عايز، أقول كفاية لعب يقول كمان شوية، أقول عيب كده يقول ما أنا ما عملتش حاجة. والموضوع مش موقف وخلاص، ده بقى أسلوب، عادة يومية. طب أعمل إيه؟ أزعق؟ أعاقب؟ ولا أسيب؟ ولا المشكلة فيا أنا ولا هم اللي اتغيروا؟ كتير من الأمهات بيسألوا نفس السؤال، ليه أولادي بيردوا بطريقة هجومية؟ بس الحقيقة ورا كل رد فعل في رسالة محتاجين نسمعها. السبب يمكن بيحاول يثبت استقلاله أو هويته، أو حاسس إنه مش مفهوم أو مظلوم. ممكن بيقلد سلوك شافه فينا أو في غيرنا، أو بيختبر حدودك وعايز يشوف هتعملي إيه. ويمكن بيطلع غضب أو إحباط جواه ومش عارف يعبر. الولاد بيردوا بتحدي، بسخرية، براحتك اعملي اللي انت عايزاه، أو يتجاهلوا ماشي ويمشي، يقفل الباب، يرفع صوته، يرفض بشكل مباشر. السبب رغبة في السيطرة، كبت مشاعر أو قلة مهارات تواصل. والبنات دموع وهجوم، سيبيني في حالي، شعور بالظلم، انت دايما بتزعقي لي، رد فعل حساس، صدام عاطفي. السبب مقارنة، مشاعر مش مفهومة، واحتياج لاحتواء مش موجود. السن بيغير كل حاجة، من 3 ل6 سنين. لأ ما بحبكش، بيحاول يسيطر بطريقته. من 7 ل10 نقاش وتحدي لفظي، عايز يثبت نفسه. المراهقة هنا الصدام أقوى، ردود حادة، استهزاء، تجاهل، بسبب صراع داخلي وهوية بتتكون. طب تعملي إيه؟ ما ترديش الهجوم بهجوم، كوني واضحة من الأول، افصلي بين السلوك والطفل، اسمعيه وافتحي مساحة للحوار. اختاري معارك، مش كل حاجة تستاهل. شجعي على الاحترام بالكلمة والتصرف، اشركيه في القرارات عشان يحس إنه كبير وليه رأي. تفتكري المشكلة في ردود ولادنا ولا في طريقتنا إحنا في الفهم والتعامل؟ العلاقة بيننا وبينهم مش سهلة، بس تستاهل التعب والمجهود، لأنك مش بس بتربي، انتي بتبني إنسان. لو الكلام ده لنسك اعملي لايك وسيبي لنا كومنت تقولي فيه بتعدي بإيه، واكتبي لنا لو حابة نتكلم أكتر عن تصرفات أولادك، وإحنا هنكمل الحوار معاكي خطوة بخطوة.